لا. طيب انا عايزه اعرف انتوا ايه مفهومكم عن الخضوع؟ يعني ايه خضوع؟ يعني الخضوع ده للستات ولا للرجاله؟ يعني ايه خضوع الاول؟ الطرفين عامة يعني كل الخطوة بقى يعني نوع من انواع الطاعة. الواحد لازم يتكلم معاه يعني هو ايه معنى صح يعني مش تعمل حاجة بالفرض، لا مش بالفرض، لازم يبقى في تعاون. تعاون وللاثنين ومش فرق، مع ان الفيديو هو كان مبسوط وهي كانت مبسوطه. ده شغل معلش يعني. شو مش حقيقي. بقى معروف يعني ان هو اصلا كده كده انتوا بتشتغلوا له بمعنى صح يعني. بديك امل يمكن المدام تبقى كده. لا بالظبط مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. طب البنات يعني ايه خضوع؟ ايه كان حلو هو في المطبخ وعازم على قرص سكر وهيحضر الغدا، ايه رايكم؟ ايه قولوا لي ايه رايكم؟ معناه ايه الخضوع عندكم؟ حاجه وحشه بتسد النفس مش عايزين نسمعها؟ كله عمل كده. ايه بقى؟ ايه وحش الخضوع؟ طب لينا ولا ليهم؟ ولا الاثنين؟ مش ليهم. طيب تعالوا ندخل كده رحله مع بعض ونشوف الخضوع ده ايه بالظبط. بس قبل ما اتكلم عن الخضوع عايزه كده اقول كلمتين كده. عشان نبتدي كده الدنيا كده في بدايه الكورس، خدتوا النضج العاطفي وازاي اختار بشكل صح، واستاذ بولا وضح لكم حاجات كتير. عايزاكم ما تنسوش الترابيزه دي، مش بعرف ارسم قوي بس دي ترابيزه تمام. الترابيزه دايما ليها ايه؟ اربع رجل. الجواز كده، الجواز قائم على الاربع حاجات دول. لو انا قلت في رجل اتشالت تقع ولا ما تقعش؟ تقع؟ مش هتقع بس هتبقى يعني ايه؟ ثابته. حلوه قوي. ولو شلنا منها اتنين كده خلاص باظت. فعايزين كده نفتكر دايما ان الجواز بتاعنا قايم على اربع عواميد: حب، احترام، غفران، مسؤوليه. لو واحده من دول وقعت الترابيزه ايه؟ تتهز، تبقى ثابته. يعني لو الحب طار هينفع استمر؟ طيب الحب قاعد. طب لو الاحترام طار واحنا مش بنحترم بعض هنعرف نعيش؟ ما ينفعش. لو الغفران طار وطول الوقت فاكر له وفاكر لها من ايام ما اتقابلنا والخطوبه والتجهيزات، فاكر كل حاجه عملتها هي وامها وهو، ايه رايكم؟ هتنفع الجوازه كده؟ تمام. المسؤوليه مفيش جواز خالص. افتكروا بقى وما تروحش الصوره دي من عينيكم: حب، احترام، غفران، وعتاب. وده هناخده طول الوقت في المحاضرات، ازاي نعرف نعمل غفران وعتاب بشكل صح. المسؤولية، ومتهيألي أستاذ بول قال كتير عن المسؤولية صح؟ أنا طول الوقت أنا كنت مسؤول من أبويا ومن أمي، أو مسؤول عن نفسي. أنا مسؤول من بعد حضرتك ما خرجت من الكنيسة ومن الإكليل وحضرتك عروسة جميلة بالفستان الأبيض لبستي في الحيطة، بقيتي مسؤولة عنه، وحضرتك بقيت مسؤول عنه. خلاص بقى دخلنا الجواز. الجواز لعبة حلوة قوي لو عرفنا نلعبها احنا الاتنين مع بعض صح. حطوا كده قاعدة كمان في دماغكم: لما تحصل مشكله في الجواز زي ما تصوني كده الناس كانت بتقول في الاول، هو احنا معنى ان احنا خدنا الكورس مش هنتخانق؟ هنتخانق والحياه مليانه. لكن في الجواز والفريق بقى اللي عايز يلعب واللي عايز ينجح جوازه صح، حصل مشكله، حصل اختلاف في اي حاجه في الحياه، بحط المشكله قدامي هنا وانا وشريك حياتي هنا، مش احنا ضد بعض، احنا الاثنين مع بعض بقينا جسد واحد. نقعد انا وهو هنا، عندنا المشكله دي، حصل واحد اتنين تلاته، نحلها ازاي؟ يناسبك ايه؟ يناسبني ايه؟
ونقعد نفكر ازاي هنحل المشكله دي. احنا فريق واحد مش فريقين، مش داخلين مين هيكسب، مش داخلين مين هيمشي كلامه، مين هيسيطر، مين ذبح لها القطه، رجوزك على حسب ما تعوزيه وابنك على حسب ما تربيه. مش ده بتاعنا، ده مش بتاعنا الجواز ده. الجواز بتاعنا بيقول دخلنا الكنيسه بنطلع من صلاه الاكليل واحد. حواء اتاخدت منين؟ من جنب ادم، صح؟ من جنب هنا، من قلبه، من ضلوعه. عارفين ليه من الضلوع هنا؟ ليه؟ ليه بقى؟ عشان تبقى حبيبته قريبه من قلبه، يبقى هو بيحميها بضلوعه، مش عشان تبقى خضعة. لو كان خدها من رجليه تحت كنا نقول ان هو هيدوس عليها وتخضع. لو كانت هي اتاخدت من راسه كانت هي هتبقى اعلى منه، لكن ربنا خدها منين؟ من جنب قلبه، من الضلوع هنا اللي بتحمي القلب، عشان دوره ان هو يحميها وهي مصدر الحب في حياته. تمام؟ طيب عايزين نقول كمان حاجه يعني تركزوا فيها قوي. احنا كده عارفين الخيط المسلوس لا ينقطع ابدا. الخيط المسلوس يعني الثلاثه المثلثات كتير قوي في الحياه. الله هو راس مثلث، والزوجه والزوج. احنا بنخرج من القداس احنا الثلاثه مع بعض من صلاه الاكليل، احنا الثلاثه بنخرج مع بعض. كل ما الزوجه بتقرب من ربنا وكل الزوج ما يقرب من ربنا، هما الاثنين في الحقيقه بيعملوا ايه؟ بيقربوا كمان من بعض. انا عايزاكم تفتكروا الثلاث قواعد اللي احنا قلناها. احنا مع بعض فريق واحد، مش داخلين منافسه، اهلي، زمالك، اسماعيلي، ايا كان، بس انا وشريك حياتي مع بعض قدام اي مشكله هنواجهها. الترابيزه دي اساسيه، 4 عواميد قايم عليها الجواز، مفيش واحده فيهم تقع. انا وخارجه من الاكليل اتولد معايا اول بيبي. الجواز ده اول بيبي في حياتك، اول بيبي في حياتك، هتحافظ عليه ازاي؟ ربنا خلقنا عشان نعيش مبسوطين فرحانين. الكتاب المقدس بيقول لنا كده: لا تكن الا فرحا. يعني ربنا ما خلقناش الجواز علشان عكننه وخناق ومشاكل، لا، عشان احنا الاثنين نكمل بعض ونمشي مع بعض رحله لغايه السنه ونجيب عيال يروحوا السنه. تمام يا شباب؟ سهل؟ الجواز صعب صعب صعب. احنا بعد ما نتجوز هنلاقي نفسنا ممكن نتخانق على النور يبقى واطي ولا والع. انام على الضلمه ولا انام على النور؟ خناقه. كده كده بيقطع، مش هنتخانق خالص. ممكن اتخانق عايزه انام على الشمال ولا عايزه انام على اليمين. في حاجات غريبه هنلاقيها في اول فتره في الجواز واول سنه. انا عايزه اغسل سناني ولا ما اغسلش سناني؟ انا عايزه اكل الاكل بطريقه ماما ولا بطريقه بتوع، وانت لسه ما بتعرفيش تعملي اكل اساسا. فاول فتره فيها حواديت كتير واختلافات كتير، لان واحد متربي بقاله 30 سنه او اكتر في بيته على طريقه معينه في الاكل وفي الشرب وحتى في طعم الاكل، نظام تاني خالص. وحضرتك في بيت ليكي نظام وطريقه، بتصحي وبتنامي، بتعملي ايه ما بتعمليش ايه، عالم تاني. عشان الاثنين دول يدخلوا مع بعض كده ويبقوا زي الترس نعشق في بعض وتبقى مكنه بتدور بدون مشاكل، محتاج مجهود، محتاج تنازلات، محتاج غفران، محتاج انا بمشي سكه وانت بتمشي سكه عشان نقرب من بعض ونعمل في الاخر الحياه اللي تبسطنا. انا بسعده وهو بيسعدني، انا بتنازل عشانه وهو بيتنازل عشاني. فالجواز صعب، اللي مش قادر يعمل كده ما يتجوزش. الموضوع صعب، بس سهل امتى؟ لما ابقى انا عندي نيه واراده ان انا هشتغل على جوازي ده. عندي نيه واراده اني هشتغل عشان انجح البيت ده. البيوت ما بتنجحش يا جماعه بالساهل، مش بتنجح بالساهل، ولا بان انا بنام وبصحى وبشرب والناس زي ما بتتجوز بتتجوز. الجواز مسؤوليه،
بناخد الكورس ده عشان نفهم ونتعلم انا دوري ايه وهو دوره ايه، افهم ازاي اقرب منه هو ازاي يقرب مني، مش بس حب ودباديب وعلاقه حلوه واللي كان بيشرحه استاذ بولا النظره الاولى، مش هو ده. تعالوا بقى خش بقى في ايدك بقى في الحياه العمليه. الجواز صعب، مش بتعرف تغفر، شوف خلي بالك، مش بتعرفي تعدي وتسامحي، خلي بالك هتمشي ازاي. تمام؟ دي اساسيات كده بنقول باسم الصليب، لسه ما بدناش في اي حاجه خالص، لا دخلنا في موضوع ولا في اي حاجه. ركزنا؟ مصحصحين معايا؟ طيب تعالوا نشوف كده بقى ايه هو الخضوع. بص، الجواز هي شركه بين اتنين زي ما اتفقنا، فريق مع بعض، انا وشريكه حياتي احنا الاثنين فريق مع بعض، شركه. حضرتك لما بتدخل شركه مع حد من اصحابك بنتخانق على اي حاجه ولا بنقعد نتفاهم ونحسب ونشوف هنروح فين ونيجي منين؟ ماشي، بس مش خلاص انا مش داخل البيت تاني وروحي عند امك وانا مش عايزك هنا تاني، مش كده صح؟ طيب الجواز مساواه، احنا الاثنين قدام ربنا واحد، مفيش حاجه اسمها انا احسن منك او انت احسن. السيدات ناقصات عقل وزين، عندنا دي خالص مش عندنا ومش بتاعتنا تماما. الله خلق حواء من جنب ادم عشان تبقى مساويه ليه في كل حاجه، فانا خلاها عشان تبقى معينه، نظيره، ونظيره يعني زيه بالظبط، ومعينه يعني تساعده في اعباء الحياه. دايما كده بنقول ان الجواز عباره عن قفه، القفه ليها ودنين، الاثنين يشيلوها سوا. لو واحد طول الوقت شايل هتقع وهتميل والتاني ايده هتوجعه اللي شايل. فطول الوقت احنا الاثنين بنشيل مع بعض، بنساعد بعض، بنرتب الحياه بتاعتنا شكلها ايه مع بعض. طيب لما انا بقول مسؤوليه، مسؤوليه دي يعني كل واحد فينا ليه دور، صح؟ احنا الاثنين متساويين قدام بعض قدام ربنا، لكن انا ليا دور وشريك حياتي ليه دور. حضرتك لما بتلبس الروب الشيك قوي ده في الفرح ليه؟ ليه؟ بيلبسوك ليه الروب ده في الفرح؟ عشان الصور تطلع حلوه؟ عشان الصوره تطلع حلوه؟ عشان شيء مسؤوليه خلاص اول الطريق كده. حضرتك بقيت كاهن الاسره، مسؤوليه كاهن الاسره. الله كلفك ان انت تبقى المسؤول عن البيت الجديد ده. تعمل ايه بقى؟ ايه مسؤوليه الراجل؟ حد يقول لي كده. سي السيد عنيف، الملك اللي هنجيب طشت الميه ونقعد نغسل رجله وحاضر يا سي السيد، ايه رايك؟ ايه رايك؟ محدش نفسه يبقى كده، يعني ما تهزروش. لا مش بتتكلموا يعني معناه عجبكم الصمت ده ايه؟ ما عادش فيه منه، مش ما عادش فيه منه غل حاساها مش مظبوطه. في الكتاب المقدس عندنا اجزاء كامله بتوصي الرجاله على الستات. ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسه. هو المسيح عمل ايه عشان الكنيسه؟ عمل ايه؟ مات من اجلها. حضرتك تقدر تموت نفسك عشان خاطر مراتك؟ هو ده الجواز، هو دي مسؤوليه الرجال. حضرتك المفروض تبقى شبه المسيح في بذل نفسه علشان يقتني الكنيسه. حضرتك ايه بقى مسؤوليه الرجاله؟ ياخد كيس الزباله وهو نازل. ايه رايك؟ ده طلب اساسي، هو تقصدوني بهزر، ده اساسي. وانت نازل خد معاك كيس الزباله وانت نازل. بسيطه صح؟ تمام. احنا دايما بنشبه كده، الرجل بنقول هو رأس المرأة، تمام؟ هل ده يديله سلطة زيادة؟ ايه رأيك؟ هل ده يديله امكانيات زيادة اكتر منها؟ الرجل رأس علشان الله اداله قيادة. المركب اللي ليها رئيسين تغرق، عشان كده الله حط نظام للأسرة ان يبقى ليها قائد يقود الجسد الجديد ده اللي بدأ من بعد صلاة الإكليل. حضرتك أخذت قيادة البيت ده،
انت كاهن الاسره، انت اللي هتبذل نفسك من اجل بيتك، هتراعي وتحب وتسمع، ده دورك. تعالوا نشوف بيعمل ايه الرجال، ويا ريت يعني تتناقشوا. انا عايزه بس اجيب الحته دي وبعدين هرجع لكل ده. ايه بقى الدور؟ تسمح. ده اهم حاجه في الحياه، ان انت تسمح. الست بتحب عن طريق ودانها، عايزه تسمع منك طول الوقت كلام حلو كتير، ان انت قابلها بتحبها، قابل شكلها طبعها كل حاجه. انا بحبك وقابلك طول الوقت، عايزه تسمع منك كلام حلو، وطول الوقت عايزاك تعمل ايه؟ تسمح. الستات عندهم طاقه كلاميه جباره، لازم يبقى عندك طولة بال وصبر. وهنسمع من استاذ سامر في المحاضرات اللي جايه تشيل القطنه كده وتحط القطنه في بقك، وهو هيشرح لكم الفكره دي. بس هي الفكره دورك ان انت تسمع مراتك، مشاكلها، احتياجاتها، عايزه ايه، حصل ايه. انت لما تسمعها بس، انت تقريبا 90% ما فيش مشاكل، لان انت معنى انك تسمعها يعني انا معاكي جنبك سامعك فاهمك، معاني كتير قوي 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 من بس ان انت تسمعها. مش زنا، مش رغي الستات ملوش لازمه، مش بتتكلم على الفاضي وعلى المليان. لو انت ما سمعتهاش هتدور على مين حد تاني يسمعها. في وقت لمراتي بنقعد نحكي فيه واسمعها واشوف مشاعرها واحتياجاتها وعايزه ايه وعملت ايه، ده في حد ذاته بيوصل لها رساله انا بحبك، ممكن من غير ما تقولها. يبقى اول حاجه تسمعها، تاني حاجه تشاركها. زي كده ما كان الاستاذ بولا بيشرح، هي في مسلسل اتاثرت وزعلانه قوي، ما تستهيفش مشاعرها، ما تبصش وتقول لها ايه الهبل ده وايه العبط ده وانت مجنونه وانت مش عارفه ايه. اسكت يا عم، حس ان هي عندها مشاعر رقيقه وفياضه، اسكت ما تتريقش عليها. ما تتريقش عليها وهي لسه في الاول الجواز مش عارفه تطبخ، طبيعي. تعالى نساعد بعض، تعالى ندخل مع بعض المطبخ ونشوف هنعمل ايه سوا. عارفه بتيجوا تعبانين، عارفه الراجل عليه مسؤوليه وشغل جبار، وكتر خيركم في الحياه ان احنا صعبه اللي احنا فيها، لكن مشاركه بسيطه منك تحس هي ان انت حاسس بيها، فهي تقدرك اكتر. تسرع الى ما يسر قلبها، دي الوصيه اللي احنا هنسمعها في الاكليل. تسرع، انت المسؤول عنها من بعد والديها، فتسرع الى ما يسر قلبها. الفكره اللي قالها الاستاذ بولا من شويه، علشان انت تبقى مبسوط لازم تبسطها، وعشان انت تبقي مبسوطه لازم تبسطيه. العطاء، انت مسؤوليتك، ده هي سابت بيت اهلها وابوها وامها والبيت اللي هي طالعه فيه وراحه تنام في شقه مع حد يعتبر غريب، لسه ما خدناش على بعض. تخيل هي بتنام لانها خلاص اختارت شخص مسؤول عنها ووثقت فيك. ما تكسرش بخاطرها، ما تحسسهاش ان انت خلاص اتجوزنا خلاص خليني بقى اشوف شغلي واللي ورايا وخلاص. لا مش خلاص، ده انت في الجواز محتاج تتكلم وتسمع وتحب اكتر ما كنت بتعمل في الخطوبه. تكرمها، ما ينفعش اتريق عليها قدام حد، ما ينفعش اقلل منها قدام اي حد إن كان. لو في حاجه غلط مش عجباني اروح بيني وبينها واتكلم، لما ما اجيش احرجها قدام ماما اقول لها اسكتي على صينيه البطاطس اللي اتحرقت. ما تحرجهاش، لان هي هتضحك معاك زي الفل، بس بعد ما تروح تعالي بقى بالظبط كده. فاكرمها وهتتعلم، هو في حد بيتعلم بالسهل؟ هي ماما اول ما اتجوزت كانت بتعرف تعمل الاكل ده؟ اكيد لا. ايوه بس معلش عشان ما دخلتش المطبخ عند ماما. مين بنات تعرف تطبخ؟ دلوقتي انا ما بشوفش حد بيعرف يطبخ، هيتعلموا فيكم. لازم يبقى عندك صدر رحم وطولة بال، وان شاء الله هتاكل اكله كويسه يعني قريب. قريب تحتملها، لان هي مراتك، هي نصك الحلو التاني، محتاج تحتمل طبعها. بنتكلم مع بعض لو حاجه مش عاجباك، نتفاهم، نحط دايما. الراجل بيبقى عنده خبره اكتر من البنات، عنده شغله واحتكاكاته بره واشتغل بدري، فعنده خبره اكتر.
هي لسه بتبقى صغيره، لسه ما خرجتش العمل او اي حاجه، عندها خبره صغيره، مش محتاج انت تكسر فيها او تقعد تقول لها ما بتعرفيش انت ما بتفهميش، هو انا هقعد اعلم فيكي؟ اعلم فيك، ما هي مراتك حته منك، وانت لو صبعك وجعك ولا اتضايقت منها هتقطعه؟ ايدك لو اتضايقت منها ومضايقاك هترميها؟ دي حته منك، حته منك. فطول الوقت محتاج اعرف اعمل الحاجات دي، اسمع، اشارك، افرح قلبها، اكرمها، احتملها. في الاكليل هتسمعوا الوصايا دي، تحب اقراها لكم يعني عشان تبقوا مركزين؟ انت بتتسلم زوجتك في هذه الساعه المباركه، خلي بالكم عشان انتوا في الفرح بتبقوا مشغولين بالصور وبالزحمه وبابونا ومش بتركزوا. الوصيه بتقول لك ايه؟ تكون حنونا عليها، تسرع الى ما يسر قلبها، فانت المسؤول عنها من بعد والديها. اوعى تفتكر دي مسؤوليه سهله، المسؤوليه صعبه. انت خدت انسانه علشان انت اللي تكون مسؤول عنها، دي مش حاجه سهله. زي ما ربنا يديكوا بعد كده اطفال، انت المسؤول عنهم وتدخلهم السماء، انت مسؤول راحوا الكنيسه ولا ما راحوش، ليهم اب اعتراف ولا لا، بيصلوا ولا مش بيصلوا، ده مسؤوليتك قدام ربنا. لما نطلع فوق ربنا مش هيقول لي انت كسبت كام ولا اشتغلت قد ايه ولا كنت شاطر في ايه ولا حوشت ايه، هيقول لك فين مراتك وعيالك، دخلتهم السماء ولا انشغلت بالفلوس. دي مسؤوليه قدام ربنا لانه وصاك عليها في الكتاب المقدس. ومعنى ان انا متوصي عليها هنا في الكتاب المقدس وده كلام ربنا، هو ده اللي هيحاسبني عليه. مش هيقول لي انت اشتريت لها ولا ما اشتريتلهاش، كنت حنون عليها ولا لا، دخلتها الكنيسه ولا منعتها، كنت سبب عثره ليها ولا كنت سبب ان هي تقرب لربنا. فدي مسؤوليه جباره قدام ربنا. دي الوصيه اللي حضرتك هتسمعها في الانجيل. القياده هي مسؤوليه. سيد المسيح نزل غسل رجل التلاميذ وقال انا جيت لاخدم مش العكس، لا اخدم ولا مش اخدم. يعني حضرتك اللي داخل بنيه اني هفرح الست اللي هتعيش معايا وتكمل معايا الحياه. تمام؟ نلخص كده الكلام اللي احنا قلناه للقياده. سهله ولا صعبه؟ عايز تخلع اخلع، بس لما تتدبس تدبس صح واعمل دورك صح. حل مشاكل الاسره. بصي امسكي. دورك حل مشاكل الاسره، انت مصدر الامان والسلام والاستقرار، تدي محبه، عنايه، تكفي بيتك، انت كاهن الاسره اللي بيهتم بالحياه الروحيه، انت مصدر سعاده وراحه لجميع اللي موجودين في البيت. ده دورك اللي ربنا هيحاسبك عليه. مراتك واولادك دخلتهم السماء وخدتهم ولا وديتهم فين؟ المسؤوليه صعبه، لكن لو انا بستعين دايما بايد ربنا وحاطط ربنا قدام عينيا ودايما ربنا في بيتي هيشيل معاك المسؤوليه. في محاضره اسمها المسبح العائلي سيدنا هيديها لنا الاسبوع الجاي، بتكلم يعني ايه عندي مسبح في البيت. مش انا بيت كامل، مفيش كامل من غير مسبح، لكن المسبح اللي في البيت ده هعمله ازاي؟ طول ما انا ربنا في بيتي يشيل معاك المسؤوليه، يبارك في وقتك، في فلوسك، في عيالك، في كلماتك، في مشاريعك، في اي ما تمتد اليه ايدك. طول ما انت حاطط ربنا في حياتك هو اللي يقود بيتك وحياتك. تمام؟ طيب هل الراجل ليه دور؟ هل الراجل يخضع؟ ويخضع لمين؟ يخضع؟ هل الرجل ليه خضوع؟ يعني وصية الخضوع دي للرجالة ولا للستات بس؟ للطرفين. يعني يرجع في حاله لو مثلا الزوجه عملت حاجه غصب عنها فبيضطر هو يطلع لها اللي هو ايه؟ ده تفاهم، ده تفاهم، ده تفاهم وحوار واخد وعطا وتعليم ومسؤوليه ان انا بعلمها، ماشي؟ انما الخضوع، تعالوا نفهم يعني ايه خضوع. طيب تعالوا نفهم يعني ايه خضوع.
ايه رايكم؟ الخضوع يعني عدم المساواه بين الراجل والست. ايه رايكم؟ صح ولا غلط؟ لا، صح ولا غلط؟ انا اديت لهم كتير حاجه عليكم بقى، شاركوني عشان ابقى حنين عليكم. هو منح الرجل الفرصه عشان يتسلط ويثبت ذاته ويتكبر ويتعالى. ايه رايكم؟ ده خضوع؟ انتوا شاكين ولا متاكدين ولا ايه تاني؟ طيب، ان الراجل يقرر وهي تنفذ، ده الخضوع؟ طيب، ان الراجل هو الرأس والزوجة مجرد جسد بس وملاش أي قدرات أو إمكانيات. الخضوع داخل الزواج فقط. لا، ليه؟ لأن حضرتك عندك شغل، مش عندك رئيس في شغلك؟ مش أنت بتخضع لقوانين الشغل؟ بتخضع لقوانين الكنيسة؟ بتخضع لقوانين المرور؟ فأنت في خضوع في حياة الراجل بره الجواز خالص. لكن أنا جوه الجواز أنا ومراتي الحياة أخذ وعطا. ممكن قرارها يمشي، كلماتها، أفكارها، ممكن أنا مرة وهي مرة، أو حسب الرأي الصح اللي يمشي مع البيت. خلي بالكوا إحنا مش أنا مرة وأنت مرة، مش أنا وافقت لك مرة وأنت المرة دي توافقني. لا، حسب القرار اللي يفيد بيتنا. بيتنا محتاج إيه؟ هينجح إزاي؟ هنعدي المشكلة دي إزاي؟ مين اللي قال الأفكار اللي تنفع لكده؟ تمام؟ أنا مش داخلة منافسة ولا داخلة أقول مين أحسن ومين أوحش ولا مين تحت ومين فوق. لا، جواز يعني شركة ما بين اتنين. ده مش الخضوع خالص. ده مش الخضوع خالص. واتفقنا إن الخضوع مش هو سي السيد ولا إن أنا ند ليه. ده مش خضوع. عندي كلمتين تاني عشان أفرق معنى الخضوع. كلمة الخنوع والتمرد. حد يعرف الفرق بين الخنوع والخضوع؟ حد عنده فرق بين الكلمتين دول؟ الخنوع والخضوع. حد يعرف الفرق بينهم؟ ايه؟ ماشي، مش عايزينها خالص. خلاص، صح، برافو عليكي. فاكرين الفيلم ده بتاع السيد؟ شفتوه؟ اللي كانت بتعمله أمينة ده خنوع. ليه بقى؟ لأنها كانت خايفة وبتداري وبتعمل من وراه ومرعوبة منه. ده خنوع، وده ما بيحبوش الكتاب المقدس ولا ربنا. مش ده اللي عايزه خالص. الخضوع مختلف تماما عن الخنوع. طب التمرد؟ كل حاجة لا، كل حاجة لا، مش عايزة، بمزاجي، أنا شايفة كده، براحتي. والتمرد ده عند ربنا وصفه إن هو زي العرافة والناس الشريرة. أنتوا متخيلين؟ زي العرافة. عارفين العرافة؟ العرافة اللي هي الجدل والشعوذة أيوه سامعاك، قول. زي إيه؟ يعني اللي هم بتوع الدجل والشعوذة. ربنا شايف ان التمرد انت عنده زي السحر والعرافه وعباده الاوثان، لان التمرد ده كان عمل الشيطان اللي خلاه يتكبر على ربنا. فالتمرد ده مرفوض تماما. والخنوع مش بتاعنا خالص. ايه بقى الخضوع اللي احنا بنتكلم عليه وعمالين نقول ده للستات ولا ده للرجاله؟ الخضوع بمعنى لما انت اسمك ايه؟ جوزيف يجي يقول رايه لخطيبته اسمها انجي. ماشي. فقال لها راي، فراحت هي جات وقالت له طيب يا جوزيف، ايه رايك لو حصل 1 2 3 والحاجات دي فيها ايجابيات كذا وسلبيات كذا، ايه رايك نعمل ونشوف ايه الاصلح للبيت؟ ده اسمه خضوع. لكن جوزيف جه في الاخر وقال لا، انا مش عاجبني ورايي هو اللي يمشي، وانت فاكره نفسك كده بس هتقولي رايك عليا، انا راس البيت. لا يا جوزيف، اسمع منها. معنى ان هي خضعت وقالت تعالى نفكر سوا، ده خضوع.
لكن هنيجي بعد كده نشوف وناخد جوزيف صر على الكلام بتاعه. قولي له انا مش قاعده لك في البيت. لا طبعا مش هو ده اللي هنعمله. لكن كلمه الخضوع بتقول كده ان انا بتناقش، بتكلم، بقول وجهه نظري، بقول الحاجات اللي انا شايفاها وانت مش شايفها. هناخد في سيكولوجيه الرجل والمراه ان الست بتفكر في حاجات تفاصيل كده صغيره الراجل ما يعرفش يفكر فيها، والراجل دايما بيهتم بافكار عامه، العنوان الرئيسي، وهو بيشوف التفاصيل دي حاجه هايفه ملهاش لازمه. لكن تعالوا بقى لما ناخد السيكولوجيه ونعرف طبيعه ده وطبيعه ده هنحس ايه؟ ان احنا بنكمل بعض. فالخضوع للزوجه معناه اني لازم اقول رايي واتناقش واشوف مصلحه البيت فين وايه مصلحه الولاد وايه اللي يكبر البيت واقوله، لان دي امانه هنا وامانه هنا. تعالى نعرض الدنيا ونشوف ايه الصالح للبيت ده اللي هنعمله. يبقى الخضوع هو موقف ايجابي جدا، لا فيه ضعف، لا فيه مهانه، لا فيه ان انا متمرده ولا انا ضعيفه. لا، انا بقول ايه مصلحه البيت ووجهه نظري ايه، ونقعد انا وانت كده على ترابيزه المباحثات ونقعد نحل ونناقش ونشوف الدنيا دي صح ولا ازاي. يبقى الخضوع مرفوض والتمرد مرفوض مش تبعنا. طيب ايه دوائر الخضوع اللي في الكتاب المقدس اتقالت لنا؟ زي ما انا قلت كده للرجاله اخر واحده تحت اني بخضع لقوانين الدوله وقوانين العمل. طبيعي انا في المرور بكسر الاشاره ولا بكسر القانون وباخد مخالفه. وفي العمل انا ليا مواعيد انصراف وحضور واجازات، فانا بخضع لقوانين العمل. اول خضوع خالص موجود في الكتاب المقدس ان انا بخضع لربنا. اخضعوا لابليس وقوموه فيهرب مني. بخضع لمين في الاول وفي الاخر؟ لربنا. خليني كده ناخد الشكل ده برضه ومش عايزاكم تنسوه كده معاكم، ان انا طول ما انا خاضع لربنا. عارفين دي ايه؟ شمسيه. دي شمسيه. طول ما انا بخضع لربنا انا موجود هنا. ابليس يقدر يجي جنبي؟ ما يقدرش. طول ما انا عامل ايه؟ خاضع للوصيه ولكلام ربنا اللي قالوه لي. ابليس ما يقدرش يخترقني، ما يقدرش يجي عندي. بخضع لقوانين الكنيسه. لما الكنيسه تقول لي اعملي، هقول لكم البنات حاجه، افتحوا على اليوتيوب او على الفيس او اي حاجه فساتين افراح الاميرات في اوروبا. هتقولي اميره او ملكه داخله يوم فرحها في فستان عريان. استحاله، استحاله وقللي في كل حته في الحياه. ده انا داخله الاكليل عشان اقف قدام رب المجد بنفسه حاضر الاكليل، والروح القدس هيحل عليا انا وشريك حياتي. فانا في لحظه مقدسه جدا ادخلها واضطر ان انا البس ثوب وحرمله وحد يتخانق في الكنيسه وحد. ليه؟ ده انا داخله قدام ربنا ملك الملوك. الملائكه قدام ربنا بتعمل ايه؟ بتغطي وشها بجناحاتها. وانا ادخل الكنيسه في فستان عريان؟ لا يليق. احنا ما عندناش حرام وحلال في المسيحيه صح؟ لكن عندي يليق ولا يليق. لما الاقي فساتين الكنيسه كلها عريانه يبقى انا كده بخضع لقوانين الكنيسه، بخضع لربنا. دايما يتقال لنا دايما من اخواتنا المسلمين ايه؟ بصوا العذراء كانت محجبه، هم مش فاهمين ان الزي ده بتاع الوقت ده والزي ده، بس حقيقي كانت متغطيه. انا في الكنيسه بعمل ايه؟ وكان اسقف يقول القرار ممنوع دخول الكنيسه فساتين عريان. كم مره يتقال وكم مره بيتعمل؟ هقول لك حاجه، لو انا رايحه اقابل مدير في انترفيو عشان هعمل شغل بلبس ايه؟ بلبس ايه؟ استحاله هروح بحاجه قصيره ولا كت ولا صح؟ بلبس يونيفورم ملتزمه جدا عشان خاطر هقابل مدير انسان زي عايزاكم بس تاخدوا بالكم من الحاجات البسيطه دي، ان انا بادئ بيتي وحياتي وانا تحت الوصيه وبسمع كلام ربنا وكلام الكنيسه.
ولا انا عايزه امشي على هوا العالم والموضه واللبس والعريان فوق وتحت والدنيا اللي بتتلخبط؟ خلي بالك انت داخله في حته اساسها ابليس عايز يهدها. البيت اللي انت بتبنيه ده كده ابليس عامل عليه ميكروسكوب كده عشان يهده. مش عايزك تدخل السماء، مش عايز مراتك تدخل السماء، ولا العيال اللي انت هتجيبهم داخلين السماء. ده حرب ابليس، فانت في حرب. هتحافظ على البيت ده وتحطه هنا في مكانه الصح تحت حمايه ربنا، ولا انت وابليس مع بعض وانت قد ابليس بقى لو تقدر؟ احنا قد حرب ابليس؟ مش قده. فانا محتاجه اكون بخضع للكنيسه، قوانين الكنيسه. القوانين دي كلها معموله لحمايتي. معلش، الوصيه اللي الله حاططها في الكتاب المقدس من اول التكوين هي عشان تعذبني ولا عشان مصلحتي؟ عشان اعيش كويس، عشان اعيش مرتاح، ما يبقاش في عداوه بيني وبين حد، ما ابقى انا متصالح مع ربنا وبحب ربنا في علاقه حلوه معاه. فربنا بيقول لك لا تكن الا فرحا. ربنا عايزك وعايزك فرحانين، عايزين تبنوا بيت صح. لازم اسمع الوصيه عشان ابقى هنا في حمايه ربنا. تاني خضوع في الدوائر بتاعتنا ان يكون خاضعه لابويا وامي. البنت اللي بتخضع لباباها ومامتها بسهوله بتبقى تعرف تخضع صح لجوزها، وبرضه بمنتهى البساطه. انا ابويا وامي قالوا لي ما تتاخريش بعد الساعه كذا، خلاص امين، ده كلامهم، انا مسؤوله منهم. لما اروح بيتي وابقى انا مسؤوله عن نفسي، انا هاخد بالي وجوزي هيبقى واخد باله مني. لا، ما تتاخريش عشان خايف عليكي من كذا، ما تلبسيش كذا عشان خايف عليكي. فانا طول ما انا بخضع لبابا وماما في البيت، ليهم كل الاحترام وليهم كل التقدير، خبرتهم دي كلها ارميها كده ورا، ولا اخد بالي على نفسي وابقى فاهمه ان هم قصدهم يرعوني وياخدوا بالهم مني. فانا عندي خضوع لله، خضوع للوالدين، خضوع الزوج للزوجه، ده هنتكلم فيه طول المحاضره اللي جايه، خضوع لقوانين العمل وخضوع لقوانين الدوله. فالخضوع للراجل وللست. ليه بقى الخضوع للراجل والست؟ شايفين ده؟ هو ده كده بالظبط. زي ما احنا قلنا هنا الله والزوج والزوجه، ده الترتيب اللي ربنا حطه لنا في الكتاب المقدس. الرجل هو راس المراه، ومين راس الرجل؟ الله، هو اللي ليه فوق. لان انا لما بعملش حاجه غلط عشان انت خايف من مين او بتراعي مين او بتاخد بالك من كلام ربنا، فهو راسك. الزوجه لما بتخضع لجوزها هي في الاساس بتخضع لمين؟ لله. زوجة والزوج. احكي لكم قصة من الكتاب المقدس. فاكرين سارة وابراهيم؟ سارة جوزت ابراهيم هاجر وجابت منه اسماعيل. بعد كده راحت سارة اتغاظت عشان اسماعيل كان بيغلس شوية على اسحاق، فراحت قالت لابراهيم ايه؟ اطرد الجارية وابنها، انا مش عايزة هاجر في البيت، اطردها هي وابنها. ابراهيم قال لها ايه؟ مين يقول؟ ابراهيم وافق؟ ايه رايك؟ على فكره ابراهيم ما وافقش، قال لها لا، ده ابني مش هطرده. خلاص؟ فسكتت ساره، لا تمردت عليه وقالت له انا ساره، انا الملكه، انا صاحبه البيت، انا هنا ابني اللي هيورث. سكتت خالص، ولا خضعت ولا خنعت وسكتت. لكن ساره راحت صلت لربنا وسكتت على كده. ايه اللي يقول لنا انها راح صلت لربنا؟ انها مش موجوده في الكتاب المقدس. ربنا ظهر لابراهيم وقال له ايه؟ روح اسمع كلام ساره، كل اللي تقول لك عليه اعمله. فيبقى لما ساره راحت لابراهيم وبعدين خضعت له وقالت له ان انا مش عايزه اسماعيل وخضعت له، حصل ايه؟ كانت هنا تحت الحمايه دي. فمين اللي اتدخل؟ ربنا هو اللي اتدخل وقال لابراهيم اسمع لكلام ساره. فده التسلسل اسمه السلطان المرتب. الولاد في الجيش مش عندهم قائد والعميد والرتب دي كلها، صح؟ يقدر حد يفسر كلام اللي فوقيه؟ ما يقدرش. ده اسمه سلطان مرتب. السلطان المرتب ده عندي الله والزوجه والزوج الاول وبعدين الزوجه والاولاد. انا عندي نفس السلطان المرتب ده في البيت.
لو انا الزوج بيسمع كلام ربنا وطول الوقت هو حاطط الله في اولوياته، هتلاقي الزوجه خاضعه عليك ببساطه، هتلاقي الاولاد خاضعين ليكوا ببساطه. هو سلطان مرتب، زي ما انا شايفه امي بتعمل مع ابويا انا هعمل، ولادي هيعملوا زي ما بشوف ابويا بيعامل امي ازاي انا هعمل. ده اسمه الايه؟ السلطان المرتب. لكن الوصيه الخضوع لمين اساسا؟ للزوجه. اساس الخضوع للزوجه. ليه بقى ربنا طلب من الزوجه بالذات ان هي تخضع لجوزها؟ ليه؟ معنى الخضوع ان هي بتحترمه. لما انت تسمعي كلامه وتخضعي ليه، انت بتوصلي له رساله ان انت محترم في عينيا، كبير في عينيا، فيعمل ايه؟ فيحبك، فانت تخضعي، فانت ما تخضعي هو يعمل ايه؟ يحبك اكتر، ولما هو يحبك اكتر انت هتخضعي له اكتر، ودايره تلف. شخصيه الراجل وتكوينه نفسيا بيحتاج للاحترام. بيحتاج للايه؟ للاحترام. عشان كده الايه بتقول ايه؟ فلتهوا رجلها. يعني ايه فلتهي برجلها؟ يعني تديله المهابه، الاحترام. دي هتلاقيها في رساله افسس، بيقول ايه؟ فليحب كل واحد امراته. خلاص؟ ليه؟ ليه وصيه الحب للراجل؟ لان الرجال عمليين اكتر. الراجل عملي ما عندوش المشاعر، الحب اكتر واللفلفه يمكن فتره الخطوبه. وعشان اقول لكم نصيحه، اعلى فتره حب للراجل هي في الخطوبه، مش هتشوفي اعلى منها تاني. خلاص هو كده جاب اخره. خلاص نبتدي بقى. مش شرط، في كل قاعده ليها شواذ. كل قاعده شواذ. انا بكتب عليها وبكتب عليها اتمنى انها ما تبقاش كده، اتمنى. هو ده الطبيعي عامة، لكن هو الاساس عامة المفروض ان انا ابين كل شويه بالظبط. هي نفس الموضوع برضه ابين كل حاجه بالظبط. بعد كده ما نتعبش بقى في حاجه. طيب انا هقف هنا شويه عند الحته دي، هسالكوا سؤال. لو انا زي ما حضرتك بتقول، اسمك ايه؟ ملاك. زي ما ملاك كده، استاذ ملاك بيقول ان انا طول فتره الخطوبه احنا بنكذب على بعض، مين الخسران في الاخر؟ احنا الاثنين. احنا الاثنين. طبعا غصب نفسها عشان الراجل هيفرض سيطرته عليها. بالظبط، لان احنا هندخل في جوازه كده وكده، لا انت فاهمها ولا انا فاهمه. مين خسران؟ احنا الاثنين. انا فتره الخطوبه دي معموله ليه؟ عشان نفهم بعض، عشان اعرف انا بفكر ازاي وافهم نفسي اكتر، واشوف انا محتاجه ايه. عايزه اقول لكم اول خطوه قبل الكلام ده كله، المفروض قبل ما اعمل كل ده انا مين الاول؟ انا مين؟ انا استاذ ملاك، عارف عيوبي، عارف مميزاتي، عارف انا بحب ايه، بكره ايه، احلامي ايه، عايزه اوصل لايه. انا عرفت ده عن نفسي، خلاص. ايه بقى اللي يكملني؟ مش الجواز احنا بنكمل بعض كده عاشق ومعشوق. ايه بقى اللي يكملني ويكمل احتياجاتي ورغباتي دي؟ نفس الكلام البنت، انت عارفه نفسك كويس، عارفه انت مين، عارفه عيوبك، عارفه مميزاتك، عارفه نفسك في ايه، شريك حياتك عايزاه يبقى طبعه ايه، اخلاقه ايه. تبقي عارفه نفسك الاول. انا ايه اللي يناسبني؟ يناسبني حد كريم ولا حد بخيل؟ حد عصبي ولا حد هادي؟ هكمل حياتي مع مين؟ لان احنا جواز ابدي. ابدي، مفيش حاجه اسمها طلاق. مفيش حاجه اسمها زهقت شويه ولا تعبت شويه ولا عرفت شويه فخلاص ننفصل. مفيش، ما عندناش الكلام ده. انت حضرتك في يوم الاكليل انت كتبت عقد. هو عقد ولا عهد يا شباب؟ عقد. عقد. العقد ده انا ممكن اقطعه بكل سهوله. جوازنا مش عقد، جوازنا عهد. لان في مين؟ الله. في عهد. عهد ده ابدي، يروح بالدم، يروح بالموت. مفيش حاجه اسمها. هقول لكم حاجه ليه. كان عندي مره حد كان دكتور واتجوز دكتوره، وبعد 6 شهور جايين يفتحوا ملف. ليه حضرتك تفتحوا ملف بعد 6 شهور؟ اللي هو تقريبا هي كعروسه لسه ما فتحتش العفش بتاعها يعني وحاجتها. عشان احنا لقينا ان احنا مختلفين قوي وزهقنا ومش متولفين على بعض، فكفايه كده ونفتح ملف. هو ده ينفع؟
هو ده متاح عندنا؟ يعني نفتح ملف يعني نطلق اللي هو عند الأنبابولة بقى في الكاتدرائية والدنيا دي، هو ده متاح؟ احنا ما عندناش فكرة الطلاق دي خالص خالص. عايزة أقرأ لكم آية في سفر ملاخي. ملاخي ده آخر سفر في الكتاب المقدس في العهد القديم، ماشي؟ ملاخي بيقول إيه؟ آخر سفر خالص في العهد القديم. ملاخي بيقول إيه؟ احذروا لروحكم، كلمة الرجالة، ولا يغدر أحد بامرأة شبابه لأنه يكره الطلاق، قال الرب إله إسرائيل. الله بيكره الطلاق. في بداية العالم والدنيا خلق آدم وحواء بس، ما خلقلوش كذا زوجة، ما خلقلوش كذا واحدة عشان يتبسط ولا يغير ولا الكلام الفاضي ده. انتوا تعبتوا ربنا، الله مش هيقبل صلاتك لو انت تعبت وغدرت امرأة شبابك. مفيش عندنا طلاق. اختلفنا نقعد ترابيزه ونحط المشاكل قدامنا ونقعد نفصصها. اختلفنا ليه؟ حصل ايه؟ والاحلى ان انا ابتدي من اول الخطوبه، ما يبقاش في كذب على بعض، ما يبقاش بمثل عشان اتبسط وافرح ويقولوا عليا عروسه. لا معلش، هتقضي حياتك كلها بعد كده في تعاسه. انا اخترت صح، انا عرفت نفسي صح وعرفت مين هيكملني صح. انا عارفه اهدافنا ومتفقين عليها، عارفين لما تبقى الفلوس قليله هنقضيها مع بعض ازاي، لما نعرف نحوش ازاي مع بعض، لما نربي عيال هنربيهم ازاي مع بعض. كل حاجه خلاص احنا عندنا جسد واحد، بنفكر سوا هنعمل ايه سوا. تيجي واحده تقول لي ايه؟ لا انا مش هخضع لجوزي وانا مش موافقه على الكلام اللي انت بتقوليه ده، لان الراجل ده كل قراراته غلط وكل المشاريع اللي بيفكر فيها غلط. ايه رايك؟ هو سؤال، حضرتك وافقتي عليه ليه من الاول وجوزتيه ليه من الاول لما هو كل قراراته غلط؟ خلاص اتدبسنا واتجوزنا تمام، رحتي وحطيتي نفسك تحت مظله حمايه ربنا علشان تقولي انا مش عايزه ده وافكار و حطيتيه قدام ربنا، حطيتي القرارات قدام ربنا. لو انا شايفه ان انا قراراتي غلط ومش عايزه اسمع كلامه، انا بعمل ايه؟ انا برفض الوصيه وبفتح، بخرم الحمايه دي وبخلي ابليس يدخل. بس ابليس لو دخل البيت طار الحب من البيت، طار الاحترام، طار الغفران، طارت كل حاجه وطارت البيت. فانا عندي خيارات. انا في مرحله الخطوبه بحط اساس لبيت هيتبني، عايزاه يتبني على الصخر، عايزه اعيش حياتي صح، عايزه اربي عيالي صح، عايزه اشتغل واكسب فلوس واحوش وانا بيتي مستريح. الراجل اللي يبقى بيته مستريح وهادي وفي تفاهم بينجز اضعاف الدنيا في شغله. انما تخيل انت لو بيتك كله عكننه وتعب ومفيش احترام، وطبعا الحب مع كتر المشاكل خلاص طار بتبخر، هتعمل ايه؟ لا هتبقى مركز في شغلك ولا في حياتك والدنيا تقع. ليه؟ انا بايدي اختيار دلوقتي، انا بفكر خلاص هتجوز، اخترت مين اللي يبقى ماسك كده في ايدي انا وهو ونمشي سوا سكه لغايه ما نوصل للسما. ربنا يديكم طول العمر والصحه. ماشي؟ نرجع تاني للحته بتاعتنا ان المراه تهب رجلها. قلنا ليه تديله المهابه والاحترام؟ لان تكوين الراجل وشخصيته اللي ربنا خلقه عليها بتحتاج الى الاحترام، زي ما الستات بتحتاج للحب. طول الوقت محتاجه تستمع وتسمع كلام حلو، تحب من ودانها وكلام الحب اللي يتقال لها. عشان كده ربنا قال للراجل حب مراته، دي وصية، انت لازم تحبها وتذكر اللي يسعد قلبها وتسمعها وتفرحها. انت كمان مطلوب منك
بتديله الاحترام ومكانته وهيبته بينك وبين نفسك وقدام الناس. بينك وبين نفسك دي فاكرين ساره؟ شوفوا من العهد القديم الكلام ده، مش بس دلوقتي اللي اخترعوه علماء الاجتماع وعلماء النفس، ده من العهد القديم. ساره لما جه الملاك وقال لها انت ضحكتي يا ساره لما ربنا قال لك ان انت هتجيبي ولد، راحت قالت له ايه؟ قالت بينها وبين نفسها كده سيدي ابراهيم. مش عارفه ايه الجمله بالظبط كده، بس هي قالت سيدي ابراهيم بينها وبين نفسها، يعني هي جواها بتحترم ابراهيم وبتديله مكانته ان هو سيدها وقدرته. ايه؟ تمام؟ بقول كلام صعب يا شباب ولا كلام سهل يعني؟ طيب الستات اخضعنا البنات غير خائفات ومتوكلات زي ما قلت لكم. لو جوزك قال قرار غلط، عايزه اعمل مشروع، عايزه اسافر، قررت اهاجر، قررت اسيب الشركه دي واروح لشركه تاني، نقعد نحكي ايه الايجابيات وايه السلبيات، ايه الصح وايه الغلط، واحط الموضوع تحت حمايه ربنا وصلاه، وربنا يختار ويرشد للصح. احكي لكم قصه عشان تصحصحوا شويه. مره راجل قال لمراته انا عايزين نطلع مصيف، فقالت له خلاص يبقى اكيد هنروح شرم. لا شرم غالي قوي، نروح راس البر. تمام؟ حلو راس البر على قد الحال وجميله وهنصيف. قالت له لا ما اروحش، انا عايزه مطعم وعايزه اكل اوبن بوفيه ومش عايزه اتعب وهنروح شرم الشيخ. صمم الراجل وطلع راس البر. تمام؟ وطلعت معاه. حظ بقى حظها اول ما دخلت البيت اللي حاجزينه في راس البر، مفيش سخان، البوتاجاز وحش، بعيد عن البحر، الشاليه مقرف. ايه رايكم؟ الست بقى الشاطره تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هتعملي ايه؟ رحتي لقيت الوضع السيء قوي ده وانت كان نفسك تروحي شرم، تعملي ايه؟ ايوه صح، برافو عليك. هقعد اقطم فيه وانا قلت ودي اختياراتك ودي اللي انت عملته، صح؟ صح؟ تفتكر دي ست شاطره ولا مش شاطره؟ مش شاطره. طب انا هقول لك بقى، لو جت وقالت لك خلاص يا حبيبي ولا يهمك ده اختيارنا احنا الاثنين مع بعض، هنستحمل وهنقضي يومين حلوين، هتعمل ايه؟ ياه هوديها شرم الشيخ، هاخدك على طول على شرم الشيخ. الست الشاطره اللي تخضع من جوه قلبها بقرار ارادي. متخيلين الصعوبه؟ انت مش موافقه ومش عاجباكي راس البر هتطلع عينيكي، بس ده قرارنا احنا الاثنين مع بعض. قرر يسيب الشغل والدنيا انت مش ضامنه يبقى فيه مرتب ولا مفيش وهنقعد قد ايه، بس خلاص صلينا وفكرنا انا معاك، قرار صح قرار غلط انا معاك. بعد ما ناقشتي وفكرتي وحطيتي السلبيات والايجابيات اللي هو الخضوع الصح، خلاص هو مصمم، خلاص انا معاك وهترسي عليك وعليا واحنا الاثنين مع بعض وهنشيل سوا وهنمشي سوا. دي الست الشاطره اللي هي تسمع الوصيه ومتقله جدار الحمايه ده، مخلياه تقيل 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 عشان ابليس ما يدخلش البيت. اخضعوا وما تخافوش، فليخضع كل منكما لصاحبه. دي الوصيه اللي هتسمعوها في الاكليل. سؤال بس للرجاله، هو ده يعيبك او يقلل منك لو انت قلت حاضر لمراتك؟ هل ده يقلل من الراجل؟ لو الست قالت حاضر هل ده يقلل منك؟ طيب لو ما اتفقناش خلاص احنا متفقين. الستات مش بتتخانق والبنات مش بتتخانق، هل انتم موافقين ولا بتاخدونا عقلي ولا الدنيا ايه؟ دي وصيه الهيه. تمام؟ الخضوع يكون باتجاه قلب. امثله للخضوع، يعني انا لما اقول للست اخضعي انا بشبهك بالسيد المسيح وبالعذراء. الست العذراء كانت خاضعه ليوسف ولا لا؟ انتم متخيلين الست العذراء اللي بتظهر لها الملائكه وبتكلمها وتقول لها اخبار قويه، يجي يوسف يقول لها قومي الساعه 2 3 بالليل قومي نمشي نسافر، تقول له ايه؟ حاضر. كان ممكن تقول له الملاك ظهر لك انت ليه اساسا؟ ما جاليش انا ليه؟ ما هو بيظهر لي كتير وصاحبي. صح؟ قالت له كده؟
قالت له حاضر، وقامت يا عيني واتشحططت وسافرت وراحت. لا يلا بينا نرجع مصر. حاضر. جت في مره السيد المسيح ده في الهيكل وهو لسه صغير، فراحت قالت له ايه؟ ابوك وانا خفنا عليك وقلقنا عليك. دي بصوا شايفين البساطه دي؟ بس هو ده الاحترام والمهابه والخضوع. بتشبه بالعذراء، خضوعي لجوزي يخلينا نتشبه بالعذراء. السيد المسيح يوم خميس العهد بالليل لما قعد يعيط ويبكي لوحده في بستان جثيماني، مش خطأ، وراح للاب وقال له وهو بيصلي: ان اردت ان ترفع عني هذه الكأس لكن لتكن مشيئتك. ده قمة الخضوع. قال واتناقش، لكن في الاخر قال له ايه؟ تكن مشيئتك. في خضوع المرأة والوصية اللي ربنا كاتبها لك في الكتاب المقدس، وبيقول لك اخضعي لجوزك، يقول لك انت شبه العذراء والسيد المسيح. طيب الخضوع ده فيه حدود؟ ولا انا قلت الخضوع خلاص خدناه في المحاضرات يبقى نقول حاضر 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 حاضر؟ ايه رايك؟ لا، الخضوع فيما لا يخالف وصية ربنا. يعني جوزي لو قال لي تعالي نسرق، اقول له حاضر في خضوع. قال لي تعالي نفتح بيت دعارة، اقول له حاضر في خضوع. لو مديري في الشغل قال لي اسرق، في خضوع. قال لي تعالى اشرب خمور وحاجات غلط ومخدرات، اقول حاضر في خضوع. لا، الخضوع فيما لا يخالف وصية ربنا. في بركات للخضوع؟ طبعا في بركات للخضوع. اخر حاجه، انا عارفه ان انتوا طولت عليكم النهارده. الخضوع هو بيبقى تعبير عن الحب والاحترام، وداعة، تواضع. خضوع المرأة يخلي جوزك يبقى كويس معاكي. خضوع المرأة يخلي جوزك لو مش بيروح الكنيسة بأدبك وذوقك واحترامك وخضوعك ليه ومهابتك ليه تخليه يروح الكنيسة. مش عايزاه يبطل سجاير، مش هتغيريه، تمام؟ لكن بطريقتك الحلوة وقبولك ليه واحترامك ليه، هو بينه وبين نفسه هيفكر إن كان يبطل ولا ما يبطلش، ولا يخاف على يزعلك، أيا كان. الخضوع بيخلي جوزك يحبك أكتر، وتبقى نفس الدايرة، خضوع وحب، خضوع وحب. ربنا يديكم نعمة ويديكم بيوت مبنية على الصخر. الجواز سهل وصعب، محتاج شغل زي النبات الصغير كده، لو بطلت تسقيه هيموت. الجواز محتاج شغل على نفسك وعلى البيت. وما افتكرش، خدوا معلومة كده حطوها جنب الترابيزة دي: محدش بيغير حد. محدش بيغير حد. مش هو عصبي فانا بعد الجواز هخليه يهدى ومش هيبقى عصبي، لا. مش هي عنيدة بعد الجواز انا هخليها تهدى، لا. محدش بيغير حد. اللي عايز يتغير هو بيبقى قراره من نفسه عشان عايز يتغير للأحسن، تمام؟ مش بدخل الجواز عشان اغير حد، انا المسؤول عن تغيير نفسي بس. ربنا يديكم بيوت من الصخر ويفرح قلبكم، ونشوفكم الاسبوع الجاي، تمام؟ هقول لكم تعليمات تاني عشان ما تنسوش.